اللي كان مع جلول سلامه اللي كان يقول لهم باللي يا ودي انا خاطيني هذا علم كبير وداخل في الفلسفه وداخل في التحليل وكذا، انا راني تاع تيوات، انا خدمتي نخدم الروكارات تيوات. اذا ما تجيبوش ناس خبراء. اذا كنت تنتظر يا تبون انت ومن معك، اذا كنت تنتظر انه قنوات الزيغو قنوات الزريبه يجيبوا دكاتره وخبراء مثل جلول سلامه ويقول كلام اللي تحبوا تاع مصطفى ابو الحسن ولا يتشلف، راك غلط. راك غلط، لان التاريخ سيسجل ان هذا الدكتور جلول سلامه هبط من مستواه وكذب ونافق وخدع باش ترضوا عليه. هو قال الحقيقه، الدكتور جلول سلامه قال الحقيقه. اذا الان لماذا يتم اعتقاله؟ اعتقال الدكتور جلول سلامه امر خطير وخطير جدا، وهو انحراف غير مقبول. وأنا أدعو النخبة الجزائرية من كتاب وأدباء وخاصة الأساتذة الجامعيين، إذا كنتوا رجال، لأنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يتذكروا الدكتور نتاع 2019 تاع العلوم السياسية الذي قال كلمة بات في ظليمة والآن طفوا عليه، خلاص انتهى السيد، يعني قتلوه هو حي، انتحر. يعني هو مسكين قال حقيقة تاريخية موثقة في كتب التاريخ على يهود الجزائر وعلى سلالة الأسماء الموجودة، وهذه حقيقة موجودة. قال حقيقة من كتب التاريخ، من يهود تمنطيط ويهود غرناطة اللي جاوا بعد سقوط الأندلس، وهذه حقيقة تاريخية موثقة. سيد قتلوه. إذا الدكتور سلامة إذا دخل السجن هاهم مسكين غبروه، إذا كان خرج من السجن ويعني وداروا له تعهد يخرج وراح يقول يا ودي اسمحوا لي غلطت انايا، كنت نقصد بعد 5 سنوات انا زلت لسان، او يقول لا انا في ذاك النهار كنت ضرب كاشيات وكنت دايخ، اسمحوا لي هذا الكلام غير صحيح، وبالتالي يدفنوه ما يزيدش يظهر نهائيا. ومثلما حدث للدكتور علوم السياسيه في 2019 ومثلما سيحدث للدكتور جلول سلامه سيحدث لك انت يا دكتور في اي تخصص، سواء في العلوم السياسية أو في الحقوق أو في الاقتصاد أو في التاريخ أو في أي، يعني لازمك تمشي مع تيار الزريبة أو تتهمش. لكن تتهمش وتبقى للتاريخ لأولادك وأحفادك أنك لم تصفق للباطل، أفضل من أنك تمشي في تيار الزريبة ويضحكوا عليك الأجيال القادمة، مثل ما يحدث مع اسماعيل دبش وغيره. اسماعيل دبش اللي كان بقيمته في التسعينات لما كان مدير معهد العلوم السياسية، بالرغم من أنه مستواه يعني يتكركر، ولكن كان شوية بقيمته، الآن أصبح شيفونة المباشر نقولها، بالرغم من أنه علاقتي طيبة مع اسماعيل دبش كشخص أحترمه، ولكن مستواه أصبح مستوى تاع نشاف يلعبوا به. يتكلم لي على النساء تاع التوارق، يقول لك احنا نروحوا نرقدوا مع النساء وواحد الاسلوب وواحد مرته مش عارف مرت بنيه ومرت الخرطي، ويروح للشناوه يقول لهم انه التاريخ الجزائري كذا، ويروح يعني واحد المستوى فقط باش يرضوا عليه ويعطوا له منصب. اذا اما ان تكون مثل الدكتور اسماعيل دبش وشد القايطه والبندير، وسيسجلك التاريخ بعد عقود وعقود وبعد قرن انه اسماعيل دبش كان شيات ولم ينال شيء، أو تكون مثل الدكتور جلول سلامة الذي قال الحقيقة وقال الواقع والصدق وتم معاقبته. وكتب التاريخ تشهد على شهداء ومجاهدين وكتاب وأدباء وأبطال أنصفهم التاريخ. المجاهد الكبير عبد الحميد مهري، المجاهد الكبير عبد الحميد مهري الذي ظلمناه، نعم ظلمناه في 1996، ظلمناه نعم، وخوناه وقلنا فيه كلام كثير، لكن بعد وفاته أنصفه التاريخ، أنصفه التاريخ، واعتذرت له الأجيال الحالية وستعتذر له الأجيال القادمة. عبد الحميد مهري ظلمناه، ولكن الذين ظلموه حتى الناس اللي ظلموه اعتذروا منه حيا وميتا، قال له ودي اسمع لنا ظروف وغلطنا اعتذروا منه. بينما آخرين اللي أفسدوا وظلموا
سيسجل التاريخ أنهم أفسدوا وظلموا وكانوا مجرمين، أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق الدولة الجزائرية والشعب الجزائري. دكتور جلول سلامة يدفع فاتورة صدقه وصراحته ووضوحه، ضريبة نجاحه، لأنه ناجح في تخصصه، ناجح في يعني تحليله ودراساته اقتصادية. لو صفق وقال أنه غرج بيلات مشروع مهم وروعة وندخلوا الدراهم وهذا مشروع ونشكر فخامة الرئيس وكذا وكذا، ممكن يعطوا له وزير، ممكن يعطوا له وزير كما كمال الرزيق ولا غيره، ولا كما منذر بود اللي راهو قاعد يصفق ويقيط وكذا، اللي راهم يقيطوا يعطوهم، او على الاقل يعطوا له مدير جامعه، ويعطوا المهم يعطوا له منصب، او على الاقل يرشحوه في الانتخابات القادمه نائب في البرلمان، قال هذا يعرف يهضر وشيت مليح. الحاجه اللي ما تعرفوهاش او ممكن القليل يعرفها هو انه الدكتور جلول سلامه نقيب كابيتان، نعم نقيب في الدرك الوطني طبعا سابقا، لانه خرج كان نقيب ومتقاعد، يعني خرج لظروف نقيب في الدرك الوطني، رتبة نقيب كابيتان سابقا في الدرك الوطني، وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي. والده بيو عقيد في الجيش، عقيد في الجيش في القوات البرية، عقيد في القوات البرية في الجيش متقاعد. وبي الدكتور جلول سلامة عقيد متقاعد، يعني من أسرة ثورية، هو نقيب سابق، وبيو عقيد متقاعد، وعمه مقدم في الحرس الجمهوري متقاعد.